السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع وصفات غيث. اليوم إن شاء الله بإذن الله جيتكم بوصفة رائعة للشاورما، يعني على طريقتي. شاورما منزلية، خير من تروحوا تشريوها من برا. هنا وش عندنا البنات؟ هنا عندنا صدر تاع الدجاج كنت جمدته من قبل، يعني يكون شوية حاكم روحه جامد. نقطعوه طراف طراف هكذا، طريفات صغار. نديروا له حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت، نزيدوا له شوية ملح، ونديروا له لي زيبيس تاع الشاورما اذا كانت متوفره عندكم، غرفه صغيره تاع لا موطارد، ونزيدوا معاه نربيو شويه ثوم، واحده كذاك زوج سنينات تاع الثوم. ونخليو الخليط بجيه حوالي مثلا ربع ساعة ولا نصف ساعة، من ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى يتشرب مليح هذاك الخليط. ونولي معاكم. كما قلت لكم البنات، واش نحتاجو في لي زيبيس؟ نحتاجو فلفل كحل، يعني شويه فلفل كحل. ونحتاجو ايضا لي زيبيس تاع الشاورما اذا كانت متوفره، شويه ملح كما قلت لكم. شوفوا البنات، انا بعد ما درت المكونات تاعي نعاودها لكم. عندي هنايا لي زيبيس تاع الشاورما، وعندي لا موطارد مغرفه صغيره، زدت معاها ملعقه متوسطه يعني كما نقولوا تاع الماكله، لكن ماهيش معمره مليح من الطماطم. تقدروا تستغناو عن الطماطم لانه كل واحد كيفاش، كيما انا نحب شويه الحموضه هذيك تاع الطوماطيش. وش درت ثاني هنا؟ شويه ملح، ما تنساوش. واحد 3 مغارف كبار تاع الزيت. بعدها واش رايحين نديرو هنايا؟ رايحين نديرو عصره قارص، رايحين نديرو عصره تاع القارص، ونزيد معها ملعقه هريسه. هنا اللي يحب الحار تقدروا تستغناو على هذا الخطوه، يعني ما ديروش الهريسه. بعدها نخلط هنا المكونات تاعي اللي درتهم. هذا الشاورما على طريقتي، لانه كما تعرفوا يعني الطبخ ما فيهش لازم وما لازمش، كل واحد على حسب الذوق تاعو. مثلا كاين اللي ما يحبش طوماطيش، كاين اللي ما يحبش القارص، ماشي شرط ديري القارص، واضح؟ هذا فقط باش يعني تطلق البنه فقط كي تمزج المكونات هكا. هنا البنات اللحم تاعي تاع الدجاج، هنا صدر تاع الدجاج راهو كونجلي شويه، يعني خليته في الكونجيلاتور حتى حكم روحو شويه باش نقدر يعني نتحكم في كي نقطعوه، نقدر نتحكم فيه. نخلط كل المكونات هكا، ونخليها كما قلت لكم من ربع ساعه الى نصف ساعه تتشرب مليح، ومن بعد نولي معاكم. الان البنات نروح نحضروا الثوميه تاعنا. كيف الثوميه هذه على طريقتي، يعني مش مقادير يعني المعروفه من قبل، ربما الله اعلم. انا واش درت هنايا؟ ندير هنا حبه بيض تكون بدرجه حراره الغرفه، درت 4 سنينات ثوم، ودرت هنايا الزيت ربما كاس، يعني كاس الا ربع، كاس الا الربع من الزيت. الكاس دوكا نوري لكم حجم الكاس. انا كيلت بهذا البنات، يعني الحجم يكون حتى لهنايا يعني ناقص ربع، كاس الا ربع من الزيت. تقدروا تزيدوا لا تنقصوا حسب الرغبه، ما على باليش شحال حبيتوا يعني بالثوميه تاعكم. هنا الثوميه راهي قريب تشبه يعني كما نقولوا دوكا تشوفوا المكونات اللي نضيفوها معاها باش يتبدل الكو تاعها. هنايا كما قلت لكم حبه بيض، 4 سنينات ثوم، الزيت وقرصه تاع ملح، يعني ما تكثروش بزاف الملح. الان نبدا نطلع في الثوميه تاعي. شوفوا البنات، باش تطلع الثوميه تاعكم واش لازم تحكموا الميكسور، لو بغا ميكسور تاعكم تحطوه في الاسفل كامل تماما، وما تطلعوهش حتى تبدا هذيك الرغوه تطلع. هنا نبداو نطلعوه. اذا شوفوا هنا البنات، راني خدمت المايونيز تاعي، شوفوا خرجت ما شاء الله. اذا البنات تبعوا المقادير والطريقه، هنايا طريقه التحضير رايحين تنجحوا فيها باذن الله. شوفوا البنات، نعاود لكم المقادير. هنا درت كاس، يعني الا ربع كاس الا ربع، تقدروا تقيسوا بكاس وليد عادي. كاس الا ربع معناتها كاس ناقص 2 دوا من الكاس تاع وليد. فيه زيت. بعدها واش ديروا؟ ديروا مغرفه
تاع الخل. هي من الاحسن الخل، اللي ما عندهاش الخل دير مغرفه تاع القارص عادي. بعدها تضربي، ما تنسيش ديري قرصه ملح باش الكو يكون بنين. وش كاين وش ثاني لازم لكم البنات؟ كيما هذا الطاس شوفوا هنايا تاع لو بغا ميكسور. اذا ما عندكش الطاس هذا يعني البنات يلزم يعني من الاحسن باش يلم لكم عفوا الخليط هذا. شوفوا هنا البنات. بعدها تزيدوا الثوم. شوفوا كيفاش خرجت، يعني ما شاء الله عاقده روعه جدا. شوفوا البنات هذه راح تشد معاكم 5 ايام فقط. تقدري ديريها داخل بلاره تاع الزجاج وتغلقي عليها وتحطيها في الفريجيدير، راح تشد معاك 5 ايام فقط. هنا واش رايحه نزيد هنا للثوميه تاعي. شوفوا البنات هنا رايحه نزيد الفخوماج هذا. شوفوا هنا مكتوب على ما اظن هنايا. شوفوا هنا البنات تحضيره، هنا مكتوب تحضيره غذائيه بالجبن. هنا راهو الجبن هنايا راهو الكو تاعو تاع الثوم. هنا راني حندير ملعقه، راني حندير هنا ملعقه البنات من هذا الجبن. شوفوا ملعقه معمره مليح من هذا الجبن. واللي ما عندهاش الجبن عادي البنات تقدر دير مايونيز هذا، يعني تقدر تعتمدها على شكل مايونيز بدون جبن. بدون جبن دير في بلاصه الجبن تقدر دير لا موطارد، ملعقه صغيره مش معمره مليح من الموطارد عادي، يعني على حسب الذوق يبقى هذا واضح. انايا هنا من الاحسن رايحه ندير معاها الجبن هذا، ونعاود نضرب هنا المكونات. هنا تحصلنا على هذا الخليط، يعني ما شاء الله كما قلت لكم راح يحكم معاكم واحد 5 ايام هكذاك. البنات اعتمدوا على هذه المقادير وباذن الله رايحين تنجحوا في هذا الوصفه. كما قلت لكم البنات اللي ما حبتش دير الجبن هذا تقدر يعني عادي دير فقط الزيت. واضح الزيت تكون يعني كميه لا باس بها من الزيت مع حبه تاع بيض فقط. وما تنسيش الخل راه مكون سحري نقدر نقول لكم باش تنجح معاكم الوصفه هذه يعني. وزيدي معاها قرصه ملح وضربي بيان بلو بغا ميكسور تاعك حتى تحسي هذاك الخليط خثر معاك يعني ولا خاثر. كي تضربي هكذا تضربي بقوه تحسي بلي الخليط راه خثر معاك. تقدري ديري الجبن، او اللي ما عندهاش الجبن تقدر ماشي شرط ديري هذا الجبن النوعيه هذه، تقدري ديري عادي جبن مربعات. ولا ما حبيتيش ديري جبن مربعات عادي تقدري تعتمدي على الموطارد. واللي ما عندهاش الموطارد عادي جدا فقط تكتفي بالثوم فقط عادي. واضح. هنا راني كملت البنات. شوفوا البنات انا فرغت هنا الخليط تاعي تاع الصدر تاع الدجاج بعد ما قعد مده في الثلاجه باش يتشرب مليح هذوك المكونات اللي درتهم معاه. دوك على نار هادئه نبقى نقلي فيه غير بالعقل برك، يعني نار متوسطه باش ما يحرقليش، باش ما يحرقوش معايا هذوك لي زيبيس اللي درتهم. انا نكملوا معاكم وباذن الله بعد قليل رايحه نروحوا للمرحله المواليه. هنا البنات نواصلوا. هنايا شوفوا واش عندي هنايا. عندي شويه فريت. هنا عندي الدجاج تاعي اللي كنت قليته. هنا عندي طماطيش. هنا الطماطيش هذه ما طيبتهاش لانه انا نحبها هكذا خضره، هكذا خضره يعني، وانتم كيما تحبوا. هنا عندي شويه حار كنت قليته من قبل. هنا عندي ايضا شويه تاع البصل كيف ما ماوش طايب، وانتم حسب الرغبه. اذا حبيتوا طيبوا التكتوكه طيبوها، انا نحبها هكذا خضره يعني. الكل يبقى حسب الرغبه. هنايا هنا واش عندي؟ هنايا عندي الخبز تاعي اللي رايحه ندير به هذا الشاورما. هاوليك الخبز تاعي اللي رايحه نطيب به تلقاوه يتباع في الاسواق يعني. هذه هي. دوكا واش رايحه ندير؟ رايحه نحط هنايا الخبزه تاعي. ودوكا تشوفوا كيفاش رايحه ندير هاد المكونات. هاي لك الخبزه تاعي رايحه ندير فيها هذيك الثوميه اللي كنا حضرناها مقبل مع بعض. ندير مغرفه باش ما يخرجش معنا هذا الطاكوس ولا هذا الشاورما، ما يخرجش معنا هذا الشاورما ناشف. رايحه نحطها كطبقه اولى بهذه الطريقه. بعدها نزيد معاها شويه بطاطا بهذه الطريقه، ما نكثرش بزاف يعني هكذا. ندير لها شويه تاع نزيد لها شويه هكذا دجاج غير من الفوق هكا،
يعني كميه قليله فقط تكفي بهذه الطريقه. يعني هذه راح تدير لك كميه لا باس بها، واللي عنده العائله كبيره ما شاء الله عليها يضاعف الكميه. يعني ندير هنا شويه بصل اللي قلت لكم عليه راهو ماهوش طايب هنا، تقدروا تطيبوه ديروه على شكل تكتوكه، انا نفضلوه هكا. نحط له هكذا شويه حار بهذه الطريقه. بعدها نحط لها هكذا طماطيش تكون خضراء، تقدروا يعني تفتتوها هكا عادي يعني. بعدها تقدري ديري الهريسه قبل ما تغلقي، واضح. بعدها نغلقوا هنايا الشاورما تاعنا بهذه الطريقه. بهذه الطريقه هذه الخبزه الاولى. نروحوا نزيدوا الخبزه الثانيه بنفس الطريقه البنات. نحطوا الطبقه الاولى اللي هي الثوميه تاعنا اللي كنا خدمناها هكذا باش يجي الشاورما هذه تجي شويه يعني فيها لاصوص بهذه الطريقه. الطبقه الاولى. بعدها نديروا شويه بطاطا بهذه الطريقه. نروحوا ثاني نحطوا الدجاج تاعنا هكذا. نزيدوا شويه بصل، تقدري ديري معاه الهريسه تزيد اللي يحب الحار بزاف، واضح. بهذه الطريقه نفتحوا الطماطيش تاعنا. تقدري تستغني على هذه المرحله يعني ما ديريش طماطيش، حبيت نقول اللي حبت تزيد هكا لاصوص من الفوق تاع الثوميه، واضح. كما قلنا باش الشاورما هذه تخرج يعني فيها لاصوص. بعدها نطوي هذه الجهه هكا بهذه الطريقه، نحكم هذه نواسيها هكا، وانا نكون نعبز شويه هكا باش ما يخرجش معايا الخليط بهذا الشكل. وتحصلنا على الخبزه الثانيه. شوفوا هنا الجوانب راهم مغلوقين. نكمل هنايا الخبز تاعي ونولي معاكم. شوفوا البنات انا درت هنايا 3 حبات، والكميه انت اللي تتحكمي فيها يعني حسب افراد العائله. انا نروح نطيب هذه الخبزات تاعي ونولي معاكم. كتدبير عفوا. شوفوا كيفاش رايحه ندير. اللي ما عندهاش البريسوز هذيك اللي طيب فيها هذا الخبز تاع الشاورما، دوكا تشوفوا البنات كيفاش رايحه ندير انايا. شوفوا البنات انا جبت الخبزه تاعي نحطها فوق الطاجين. شوفوا من الافضل يكون طاجين فيه هذا ليتري هذو. شوفوا البنات واش راح ندير فوقه، ندير فوقه طاجين واحد اخر باش يبريسي لي هذاك الخبز. شوفوا البنات هاو الخبز تاعي. شوفوا هنا رايحه ندير طاجين واحد اخر فوقه ونبريسيه بهذا الطاجين. هذه هي الطريقه. شوفوا البنات انا نكمل معاكم نكمل هذه الخبزات ونولي معاكم نوري لكم في طبق التقديم. شوفوا البنات النتيجة النهائية ولا أروع. شوفوا البنات هذيك لاصوص تاعي تاع الثومية ما شاء الله ذوق ولا في الأحلام. جربوا الوصفة هذه وردوا لي الخبر البنات. ما تنساونيش بالجام تعليقاتكم الجميلة. بارطاجيو الفيديو باش يستفيد الجميع. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.